جنة غرامي، جنة حبيتك حبيتك بعد الغياب، سميتك سميتك جنة غرامي. من مؤسسة أبي الزهراء الخيرية إذاعة أنيس النفوس تقدم مزنة شعر. جنة غرامي ننشد الحب الطوافي. مزنة شعر من إعداد وتقديم كرار زرجاوي. وعبر هيام الماء يوافي. مزنة شعر للمخرج الرائع منتظر الديوان. حتى الكلام بالقصيدة دور إلى كلمة جديدة. سفان وبحورك بعيدة ما أوصل تقول وش راعي وش راعي نحر بقيته ببحورك ببحورك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أحبتي المستمعين، مستمعي إذاعة أنيس النفوس FM 96.7، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الشعري الأسبوعي الهادف مزنة شعر. مثل ما تعودنا احنا وياكم أحبتي المستمعين بأن يكون عندنا ضيف من شعراء الديوانية أو شعراء العراق المبدعين. حقيقة ضيفنا لهذا اليوم شاعر رائع، كتب القصيدة الحسينية بشقيها المنبرية والإلقائية، لكنه وصل اسمه بالقصيدة المنبرية لعشقه لهذا اللون الأصيل. شاعرنا أحبتي اشترك بمسابقة القصيدة الحسينية المنبرية عام 2008 وحصل على المركز الأول في محافظات الفرات الأوسط. له الكثير من القصائد وقرأ له الكثير من خدام الحسين الرواديد. أحبتي ضيفي أو ضيفكم هذا اليوم ابن الديوانية المبدع الشاعر سيد علي الزاملي. حياك الله سيدنا. أهلا وسهلا بك أستاذنا الغالي الشاعر كرار زرجاوي. يا حياك الله. وتقدم بالشكر الجزيل إذاعة أنيس النفوس لإتاحة لنا هذه الفرصة. واليوم أنا خدمتكم إن شاء الله وبخدمة الشعر الشعبي. حياك الله سيدنا، حياك الله. أنت تستاهل أكثر لأن أنت خادم للإمام الحسين قبل كل شيء، وأنت مسخر قلمك لهاي الخدمة اللي هي صراحة الأجر والثواب في الدنيا والآخرة. حياك الله سيدنا. حياكم الله شاعرنا. سيدنا عفوا، قبل ما ندخل بجو البرنامج احنا عطشانين نسمع. بالبدء نتقدم إلى صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه بهذه الأيام الفاطمية بمصاب سيدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. السلام عليك يا البتول. عتبين شوق القلب لعتابك وودنه من حيث يم الحسن نعلن إلك ودنا بحبك كتبنا الشعر ونعلم ولدنا ونذكر لهم ما جرى برضك فدك والباب وعن محسن اللي سقط وثر الدمع والباب تشهد إلك هالخلق واهل العلم والباب وبحقك الآخرة تشهد لنا ودنا. زهرة والزهرة أصبحت سر الحياة، سر عجيب وهذا حكمة من الجليل. لكن مو مثل باقي الأمهات، أبوها وأنا أنطيك الدليل. كانت بوقت الحرب والموزمات سنة توقف وي محمد ما تميل. الها هيبة تخورس حلوق الطغاة
ما تلوذ بدمعة وتصدر العويل، وما تخلي يروح حقها من الجنات، كانها بالحق لو وقف حامد دخيل. وما أريد أحكي وأسولف معجزات، ومعجزات الزهرة ما إلها مثيل. شلون نار تمس رمز للطاهرات، وبرد كانت ما تشب نار الخليل. كانت وما أريد أحكي وأسولف معجزات، ومعجزات الزهرة ما إلها مثيل. شلون نار تمس رمز للطاهرات، وبرد كانت ما تشب نار الخليل. كانت النية اعتقد هز الثبات، لكن هذا العزم يهتز مستحيل. فدك اصلا ملك سيد الكائنات، سكتوا الشهدة وقبل ذاك الرحيل. والحضور هناك في وضع السبات، ما تحرك جزء ساكن بالقليل. صمت من واحد الواحد والأبات، 4 وما بيهم الخامس أصيل. لا تهيج جروح خلهن نازفات، لا تداوي جروح خلهن نازفات. وش يداوم نازف جروح العليل؟ عجبه والأعجب بعد هالمكرمات. بشارة لك يا القاعد وهمك ثجيل، أمنا فاطم عدها مفتاح النجاة. نعم. حين تشفع أن بجفوف الكفيل. الله. الشيعة تعبر عالصراط وما تبات، كلها تعبر ما يظل واحد ذليل، كلها تعبر ما يظل الله واحد السلام ذليل. عليك يا سيد ثملات الخضر. بين روحي والقلب اسمك نهر يسقيني، لو ما تجيني يا علي وياي لا تخليني. على موجي الهوى مسافر، حلم ما يسكن بديره، بدونك هالقلب حاير ما يعرف تدابيره. الله الله يا علي ناديت، الله الله شي يصير لو جيت. الله الله يا علي ناديت، الله الله شي يصير لو جيت. قلبك نهر لم العشق بجروفه، ويجيتك طاح الورد صار الفراش يطوفه. نزل وياك قلب شاعر على كل ميزة شايلها، يكتبوني بقلم ساحر يجنن بيك عاقلها. الله الله يا علي ناديت، الله الله شي يصير لو جيت. الله يا علي ناديت، الله الله شي يصير لو جيت. لا 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 شيعي وانتفي حيدر قولي من يحيي حيدر جنة الدروب. شيعي وانتفي حيدر قولي من يحيي حيدر جنة الدروب. طيور الغدير تعنت لشخصك تريد تبايع، من كنت مولى رددك عن الولاية تدافع. إلك شالت جناح تريد تقلك سيد البيعة. سلاما يا أمير الشوق بخرنا الميت لك نطيعه. الله الله يا علي ناديت، الله الله شي يصير لو جيت. الله الله
والكثير حيدر قول من يحيي حيدر جنة دروب لا توقف الحد العشق والهاجر بدلالي وجداني لك طول بعرض من غير حبك خالي علي يا صورة بالوجدان رب الكون راسمها علي يا لوحة الإنسان إلك وضحت. نعم احبتي المستمعين، ما زلنا متواصلين معكم ومزنا الشعر عبر اثير انيس النفوس 96.7. وضيفنا لهذا اليوم الشاعر الرائع سيد علي الزاملي. حياك الله مره ثانيه سيدنا. حياكم الله. قصيدة الزهراء الاولى طبعا هي قصيده القائيه. ليش حاولت بان تكتب مقفى جهتين الصدر والعجز لو هي القصيده جت هيك؟ لا، هي القصيدة نودت في هالصورة. اها. ما تحس اكو في حاله يعني هسه في الوقت الحالي يعني الناس حتى تاخذ الشاعر حتى ياخذ راحته اكثر يبتعد اساسا حتى على القافيه، يعني يكتب نص مفتوح او حتى القصيده المنبريه احتمال تقدر تاخذ بها راحتك اكثر من القصيده العموديه او القائيه. انت لا، ضفت بعد هم اكثر على هم القصيده، خليتها مقفى جهتين. لأن أحب الصعوبات. ها، تحب الصعوبات. أنا ملاحظة جوز لحد الآن ما كاتب الشعر المفتوح، أحب أسمعه. أي. بس لحد الآن ما كاتبه. اها. أحب القصيدة العمودية. الحمد لله والشكر. الحمد لله ان شاء الله يا والشكر. ربي احنا الاجر والثواب، لان انت الطريق السالكه هو طريق الامام الحسين فوقهن كلهن. الصعوبه او المعاناه نشوفها اكثر او خلينا نحكيها بغير طريقه، وين تاخذ راحتك اكثر، بالقصيده المنبريه ام بالقصيده الالقائيه؟ طبعا بالقصيدة المنبرية، لأن أنا عشقي للمنبر القصيدة المنبرية، وبداياتي كانت بالقصيدة المنبرية. يعني تقريبا بداية 2003 قبل السقوط كانت بداياتي. اها. فتأثرت بقصائد لرواديد، فقبل كنا نكتب على نسمع طور ونكتب عليه. فبديت بالمنبر وظليت اكتب المنبر واكتب القصيدة الإلقائية، بس مو بكثر المنبر. اها. نعم. يعني لان انت طبيت نقدر نقول بالبدايه نعم. هي بقصيده منبريه، فاستمريت على هذا النسق او حسيت بين ارتياحك. مو معناها القصيده المنبريه سهله، لا مو هاي الغاية. بالعكس القصيدة المنبرية أصعب. تعرف ليش ناس؟ أنا القصيدة الإلقائية تستخدم بها وزن واحد. بالقصيدة المنبرية بالمستهل احتمال تلقى وزنين أو ثلاثة، وتدخل بالجسد وزن، يعني احتمال تطلع بأربعة أوزان. اها. فيصير تنقلات. فبالعكس القصيدة المنبرية أصعب. من تكتب المنبريه نعم. يتولد لحن ببالك؟ في بعض الأحيان. مو كل القصائد. لا مو كل القصائد. زين، انت اساسا يعني من تكتب القصيده المنبريه كرواديدنا خدام الحسين الله يحفظهم ان شاء الله موجودين بمدينه الديوانيه. نعم. تفكر لقدام هاي القصيده راح تطلع حلوه بصوت فلان؟ لو ما عندك هاي، او فلان يوصلها اكثر بصوته؟ طبعا اكو رواديد ان شاء الله كلهم خدام الحسين. اكو من تحسه بان هو يوصلها اكثر. يجسدها. بس انا لليوم ما كتبت قصيده خصيتها لفلان. يعني جزء مرات الا في قصائد تسجيل مثل الموالد او شيء، مثل يطلب من الرادود القصيده، بس من تجي ايام محرم او المناسبات انا اكتب القصيده. وعلى قولتك احد شعرانا استاذ جميل كعبي يقول انا اكتب القصيده واخليها على الرصيف وفوقها طابوقه، يا خادم من خدام الحسين الجريد ياخذها. فهي اعتبر القصيده الحسينيه وقف. الحمد لله. الحمد لله بالتوفيق ان شاء الله. القصيده الحسينيه هي يعني بصراحه بعد 2003 شفنا اكو صار تطور بالقصيده الحسينيه، حتى بطريقه الكتابه، حتى باللحن. اكو موجه من الفيديو كليبات او مشاكل، اكو موجه من ادخال آلات موسيقيه بالقصيده. في حاله رادود اخذ منك قصيده وتفاجأت بان يكون فيديو كليب على هالشاكله هاي.
والله هي صارت مو ما صارت، ها بس نقول عفى الله عما سلف. خوش، ايش كانت ردة فعلك؟ يعني عاتبت، رضيت؟ كانت لي ردة فعل. ها يعني بحدود صار لي تقريبا 3 سنوات أو 2.5 سنين ما كاتب لي استديوهات. ها يعني مع العلم السبب؟ كانت عندي فيديو كليبات بال 2010 و2009. السبب خاف ينساء للقضية نعم. الحسينية بقصيدتك، نعم. عن طريق نعم. قصيدتك. نعم. أنا أكون مسبب. أنت مسبب فعلا. نعم. فعلا صح يعني أنا أطل القصيدة الراديو وياخذها، بس من يروح يسجل هنا باستديوهاتنا إذا بالديوانية نظرية أو في الطابوقة بغداد. غلط. لا أنا أقصد الطابوقة، القصيدة للمجالس. ها بالمجلس أنا أقصد القصيدة اللطمية بالمجلس. ها. مو أنت دائما القصائد مال الاستوديو دائما يجي الرادود عنده لحن طور يقول لك اكتب لي مثل علي او انا اريد هيك، فهو محضرها بس انا القصيده اقول لك قصيده وقف احط على قولة شاعرنا جميل تمام الكعبي، تحياتنا له. تحياتنا لابو حيدر. فاقصد بها القصيده اللطميه بالمجالس. خير ان شاء الله. سيد ايش نسمع؟ نسمع الى سيد الكونين ابي القاسم محمد صلى الله عليه واله صلى وسلم. الله عليه واله وسلم. الجزيرة تنورت واستبشرت بالخير، انولد عدها محمد للأمم قائد. قبل ام الدهر ما جابت ولليوم واجزم ما تجي بيشبه اي واحد. نزل للأمة رحمة بهيئة المرسول، بوقت كان الجهل بين العرب سائد. انتشلها من الظلام وحطها فوق النور، انتشلها من الظلام وحطها وسط النور، وخط لها اسم فوق النجم صاعد. مصلح بالخليقة يشبها ما موجود، بس من هالبيت 13 ساعد. مصلح بالخليقة يشبها ما موجود، بس من هالبيت 13 ساعد. ما راد بدولته اشخاص باسم الدين، تترك نهج دينه وتتبع خالد. وما راد الرجس يتقمص الإسلام، وما راد النزيه يجاور الفاسد. وما راد الفقير بنص صريفه يعيش، وما راد السياسي بنص قصر قاعد. وما راد بقلبه يجتمع عن الضدين، الحب والبغض يحملهن الحاقد. ولكن راد للأمة السلام يدوم. اي والله. راد البيده ورده ويوقف يجاهد. الله. راد البيده ورده ويوقف يجاهد. الله.
نعم أحبتي المستمعين، ما زلنا متواصلين معكم ومزنة الشعر عبر أثير أنيس النفوس 96.7. وضيفنا لهذا اليوم الشاعر الحسيني المبدع سيد علي الزاملي. حياك الله مرة ثانية سيدنا. حياكم الله. سولف لي عن المسابقة اللي جرت بالنجف بال2008 لحصولك على المركز الأول بالقصيدة المنبرية. ربما للطريف بأن هاي المسابقة أنا كنت ما حاضر بها. أها. نعم، بس من جيت هنا تلقوني أصدقاء شعراء مبروك مبروك. شنو السالفة؟ قالوا فازت قصيدتك الأولى. أها. كانت قصيدة مسابقة حسينية للشعر الحسيني، القصيدة المنبرية. بلي. نعم، كانت لجنة تحكيمية سيد سعيد الصافي والشاعر أبو محمد المياحي، وبعد ما أعرف الثالث كان في اللجنة. فكانت المسابقة درجة من 100. 50 درجة للرادود على صوته وإمكانيته وكاريزما وحضوره، و50 درجة على الشعر. نعم. على النص اللي على النص يقرأ. فكان بصوت الرادود المبدع اياد النصراوي. تحياتنا لابو زهراء. فحصل القصيدة على حسب ما قيل لي 99.5. فرق نص الدرجة للشعر أو للصوت، الله أعلم. هذا توفيق. كانت محافظات الفرات الأوسط. نعم، كل محافظات الفرات الأوسط، وكانت المسابقة في مدينة النجف. يعني ايش كم رادود كانوا مشاركين وش كم نص؟ وصارت هي تصفيات. تصفيات يعني لحد ما وصل. لحد ما وصل أبو زهراء رادود النصراوي المرحلة الأخيرة. إن شاء الله يا ربي التوفيق لك ولأبو زهراء. هاي المسابقة تحس ضافت المسيرة السيد علي الزاملي؟ طبعا ضافت لي، خلتني أتمسك أكثر بالقصيدة المنبرية بعد. نعم. تمسك بالقصيدة المنبرية أبعدك عن قصيدة المنصة أو الإلقائية؟ لا، ما أبعدني. أكتب القصيدة الإلقائية وشاركت بمسابقات أيضا همان. نعم. يعني شو تشوف مثلا هاي السنة نقدر نقول نزلنا 10 قصائد، مو توفيق؟ نعم. الله. نعم. قد عدد المنبرية تعطيني نسبة، وش قد عدد من 10؟ أي من 10. 2 إلقائية تقريبا 2. شفت التوازن؟ بس للصراحة أي. يعني السنة أنا تقريبا هاي السنة والقبلها بديت أكتب أكثر من السنين السابقة بالنسبة للإلقائية. نعم. لأن أنا خلينا نكون صريحين، فدائما تصير دعوات مهرجانات، فأنت بالمهرجان ما تقرأ قصيدة منبرية، صح، لازم تقرأ قصيدة إلقائية فعلا. قلت هاي السنين صارت أكثر. نعم. المسابقة اللي جرت شاعر الديوانية مو نعم. أول العام في 2014 أخذت بها المركز الخامس. نعم. احتمال هي اللي دفعتك بأن تكتب القصيدة الإلقائية أكثر، مثل ما دفعتك ذيك المسابقة. احتمال. بس أنا القصيدة المنبرية ما أتركها.
لا طبعا ما نعم. تركها، لا انت شاعر. لا خلتني اكتب القاية، ولا وقلت لك مو بالسبب المسابقة. قلت لك المهرجانات دائما دعوات تجيني، ايه فبهذا السبب. نعم. طبعا صلى الله عليه واله وسلم. الرسول الاعظم بحقه كانت قصيدة رائعة اللي قريتها قبل شوية. ان شاء الله يا رب التوفيق. سيد احنا حتى صراحة اذا نقضيها سوالف انا هم اريد اسمع والمستمعين هم حابين يسمعون. ايش نسمع منك؟ الى ابي الحسن. يعني ما اعرف المايك هذا اوكي ناخذ الاتصال ونرجع للقصيدة. شاعر محمد السعيد السومر يقول: رسالة وردت لمخيلتي من الزهراء عليه السلام مخاطبة أبنائها الغيارى من الحي الشعبي. تقول له: يلي معجل هذول الطق وردهم شوت حد ما دموا جفوفي، وهذول اللي سووا قد عيب حد ما خجلوا شوفي. خذتهم رجل اغتاظ على أهل البيت خيرهم فشل يحسن، من كان الرمح من طين طلع بقلوبهم شمس. اعصروا وباقت ورد محشوم حد ما طيحوا محسن. اللي يكفر بالنخل مقرود شنو اللي يحلى بشفافه، اللي يكسر يلغصن الطير لا يشهب وجه المشفوف يكسر الهور من ذاته. يا وليدي العزم بالله او يعينك الله، لو حملي نظامتنا رفض يهدل. الله شكو بروحك نار ذلتهم خطب يدفل. ناوشهم شعر محبوك بالك توقف استرسل. تريد حقوقها ام عريب خل شاجورها يهلهل. اصرخ يا علي وطب ريح وكن الشكو قاعد ذل. الله يا اللي معدل قلبهم خل يدق مرعوب وانت بدود دق سايق. وذا توقع شهيد تفوح بشفاف النبي حكايه. الله هي قطره وعزيزه، وذا توقع شهيد تفوح بشفاف النبي حكايه. هي قطره وعزيزه هواي، البي اصلا قبر مذموم لكن هي بسب ماقه. يا عبد الله اللي يفرع اخت الغريب البيت ما رابح حكي من الله. هيك بلا فكر لا راي فرض الابليس هم صلى. كم حرة سبوها بليل اريد انثار هن يلا. يا المعدل يا بعدك شاب، اريد انثار كل شوغه بهذاك اليوم من دفعوا علي الباب. الله. واخيرا صادق الجهلاوي يقول: اللي يعبيني جمر تفتهم شعبه رصاص وروح هذا الخبر. شعبه السياسة تخون عندنا حشد. شعب انتفض وزن ما عنده عدال. الله يا مريم، مساء الخير والعافية. مساء العافية عليك يا مريم ناظم، تحياتنا لك وشاكرين مشاركتك واتصالك وتواصلك. تسلم لي على راسي استاذ الغالي، تحياتي لك وتحياتنا للضيف الكريم ومسيك الخير والعافية على مخرجنا الوالد منتظر وعلى كادركم الطيب. مع السلامة. حيا ان شاء الله. اهلا يا مريم. ناظم احنا اسفين سيد على موضوع المايك واسترسل بالقصيدة، وانا سمعت القصيدة على ابو الحسن علي. القصيدة لا سيدنا ومولانا الامام علي عليه السلام. ما قدس الذهب قدست التراب اللي نظرة بعد بالتالي تنفع. عند اسباب تكسر هاجس الخوف، والما سمع عنها اليوم يسمع. يرفضها يريد بكيفه يختار، لو ياخذها منه وبيها يقنع. صح الفرق شاسع بين الاثنين، صح هذا ندوسه وذاك يلمع، ولكن بالنهاية يبين الزين. شقد غالي الذهب ونشوفه يركع، ما معروف أصله ويبقى مجهول.
والتراب والعلب الأصل يرجع. آه. علم النور والباقي من تراب، مم. علي ما خطأ مثل آدم من تراب، علي مو منا من نحد، من ترب نزلت والخير عم على الوطية. الله الله سيد. ما زلنا معكم أحبتي المستمعين ومزنة الشعر عبر أثير أنيس النفوس 96.7، وضيفنا وضيفكم لهذا اليوم الشاعر الحسين الجميل سيد علي الزاملي. سيد، احنا سولفنا بالمنبرية هواي وقرينا القائية هواي. خوش. رادود حسيني تتمنى أن يقرأ لك قصيدتك؟ يمكن مو بس أنا الشاعر الوحيد، يمكن إذا تقول لي باسم حتى أنا أتمنى يقرأ لي باسم. وإن شاء راح أزيدك، أي واحد بالشارع يقول راح أزيدك معلومة. أي. إن شاء الله بلكة الله الموفقة، أكو تعامل قريب مع مولا باسم. يا الله. وصلت له قصيدة إن شاء الله أتمنى أقرأها. يا الله يا الله. الله. القصيدة يعني اللي ببالك يقرأها باسم مثلا؟ أكو قصايد قراها رواديد قلت هي ثوابها واصل، نعم. بس الله هاي لو اسمعها بصوت باسم. صحيح. صارت. نعم، لأن مولا باسم الله يحفظه يوصل لك إياها بإحساس يجسدها، توصل من القلب إلى القلب. أها. نعم. اختيارات باسم الثلاث سنوات الأخيرة، نعم. شنو رأيك بهن؟ يعني هي الموفقية من الله. اختيارات باسم الثلاث سنوات الأخيرة شنو رأيك بهن؟ تحسكوا لا بالعكس، لا هو لو كثرة القصائد. لا في الفترة الأخيرة هو بدأ بتنوع الشعراء، وكل شاعر إلى نفسه الخاص به وأسلوبه الخاص به. لا بالعكس، خطوة حلوة جميل. صوت باسم في الثلاث سنوات الأخيرة صوت ما يشيخ، ما يشيخ، يعني صوت باسم هو باسم. بالعكس كل ما يكبر تسمع صوته أحلى. أرجع الباسم قبل 10 سنين تلقى صوته هسه أحلى. أها. تسمع باسم هواي؟ نعم. بالدعاء، بالموال، باللطمية، يعني تحب هيك؟ لا، أحب المجالس اللطمية، المجالس يعني حتى أكثر من الاستديوهات. نعم. لأن أقاطعك، مو بس رب باسم، جميع الرواديد
احب اسمعه مجلس، لان بالمجلس تبين امكانيته، مهم. او في المؤثرات الصوتيه والاستديوهات. شايفينها انا وانت داخلين استديوهات ونعرف شنو صح يقرا لك كلمه وانقطعت وعيد التسجيل، ماكو امكانيه. فعلا. بس بالمجلس من يقرا لك ساعه قدامك او ساعه ونص تعرفه. اها. نعم. احنا قبل فتره كان ضيفي ما اتذكر والله احد الشعراء الحسينيين، فحكينا بموضوع شاعر عبد الخالق المحنة وشاعر جابر الكاظمي وتعاملهم ويا ملا باسم. تحس باسم تعشق باسم بقصائد عبد الخالق ولا بقصائد جابر الكاظمي؟ تحياتي الجبلين للجبلين، سيد عبد الخالق المحنة والاستاذ الكبير جابر الكاظمي. انا تعلمت من الاستاذ جابر الكثير، درست عن بعد. اها. ولحد الان عندي علاقه به، اتصال، عندي اتصال مع جابر الكاظمي بس ما عندي اتصال ويا يعني ذاك برا وهذا بالقادسية. وهو بلندن دائما انا على اتصال معه. اها. مع الاستاذ جابر خوش. فدرست عن بعد شلون قبل ما اتعرف عليه. فاعشق اذا صار نكون صريح. لا صريحه ما بيها اشكال، ما بيها اشكال. بالعكس انا هم السيد وابن عمي. ثلاث انعام والله. ثلاث انعام وانتم اشتركتوا باي خصال. جبل من جبال الشعر الشعبي سيد عبد الخالق المحنة. بس ما اعرف، انا احساسي اميل. انا حتى بعض الرواديد يقولوا لي سيد انت تكتب شلون طريقه جابر، اسلوب جابر بالكتابه بالنسبه للقصيده المنبريه، وانما هي فطره. هي فطره. نعم صح، فطره او يعني عشقك لهالطريقه هاي بالكتابه. نعم. سواء كان جابر الكاظمي او غير جابر نعم. الكاظمي. اكو طريقه حداثه تدخل بالقصيده. أي. فكره جديده، موضوع جديد. انا حتى رواديدنا دائما يقولوا سيد انت ليش ما تكتب المصيبه؟ قلت لهم المصيبه هو موضوع واقعه الطف، الكل يعرفه، صح كل من واسلوبه، بس انا من اجي بطريقه فكره جديده. دائما احب القصيده الثوريه، الشجاعه، من هاي الابواب. شو اسمه؟ نصيحة إلى كل موالي، وأولا أنصح نفسي، صبرك وين يلتتنطر الموعود، لا تضعف أبد وتسلح بصبرك، شد حزام ظهرك وانحر الكلفات، بس تخمل تطيح وينكسر ظهرك. وانت ويا المصايب مو جديد اليوم، من ثدي المصايب راضع بصدرك، وما مندوم عمرك لو قضيته بضيم، للمهد وقف لا تبخل بعمرك. الله. عدوانك هواي عليك ملتمين، كشر عن نيابك بس بثغرك، صير لهم أسد خل منك يخافون، سكاكين تودك هي اللي تغدرك، تبين لك تحبك كل وقت وياك، تنتظرك تطيح وتحفر بقبرك. الله. وانا اعرف بطبعك ما تلين بساع، مثل طبع الحديد وياه اللي يكسرك، بس داوود يقدر يكسر الصلبات، ما يقدر يضدك يوقف وينصرك، لأن انت عبد وتضحي للمعبود، معقول النبي يتناحر بصدرك؟ واعرف زين كلش زين اعرف بيك، ما تهزك رياح تعصف بعصرك، وتيار الغرب ما يقدر يمر بيك، بس يمر يطيح تغلبه ويخسرك. حلو. يريد يبث عليك سمومه من بعيد، وبلحظة يريد يعشعش بفكرك، لا تخضع أبد وتحدى حتى الموت، لو حبل المشانق يستلم أمرك. روحك لا تعزف ديها للموعود، باكر بالحشر ما ينقبل عذرك، باكر بالحشر الله ما ينقبل عذرك.
أحبتي المستمعين، والجزء الأخير من الشعر لهذا اليوم أختصر بسؤال للرائع سيد علي الزاملي. سيدنا، موضوع القصيدة المنبرية، يعني أغلب القصائد أنت تختار موضوعها أم الرادود احتمال يجيب لك موضوع جديد تكتب عليه؟ لا، دائما القصيدة أنا أختار موضوعها. يمكن خلال هاي مسيرتي الشعرية قصيدة واحدة أعطاني أحد الرواديد فكرة وكتابتها، يعني حتى حسيتها مقحمة ما حسيت بها. نعم. يعني أغلب قصائدك أنت تختار موضوعها. طبعا الوقت ما أدري أسرع وياك مثل البرق، وبدنا نسمع أكثر بعد من عندك، لكن أنا راح أتركك بالقصيدة الأخيرة أنت والمستمعين. شاكر حضورك وتعبناك، وإن شاء الله يا رب توعدنا بلقاء آخر حتى نسمع منبري، إحنا ما نضل. إن شاء الله أنا بخدمتكم وجميع خدام الحسين وجميع المستمعين. وأتقدم بشكر جزيل لحضرتك شاعرنا وأستاذنا كرار الزريجاوي، وللمخرج من خلف المكسر منتظر الديواني، وإلى الأخ العزيز أبو أحمد الشيخ فراس الجبوري. تحياتنا المنتظر الديواني والشيخ فراس الجبوري. إذن أحبتي المستمعين، قبل ما أترككم والقصيدة الأخيرة للرائع سيد علي الزاملي اللي غششني بيها، اللي قصيدة للإمام الرضا سلام الله عليه، علي بن موسى الكاظم، هذا الإمام الغريب والذي سميت إذاعة أنيس النفوس باسمه وبصفته. أنيس النفوس الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. أتمنى أن تكون حلقة هذا اليوم من الشعر قد نالت إعجابكم ورضاكم. قدمناها لكم عبر أثير أنيس النفوس 99.7 من مؤسسة أبي الزهراء الخيرية. كان معكم في الإعداد والتقديم أنا كرار الزريجاوي، والمخرج منتظر الديواني. فيما لا الأسبوع القادم، وترككم مع قصيدة الراع سيد علي الزاملي. القصيدة هدية إلى إذاعة أنيس النفوس. أحن واشتاق وتهزني الأحاسيس، بجدم ملهوف أطويها المسافات، ما أهتم العثرة بظلمة الليل، أشد حزام وأتحدى الصعوبات. منذبا حسرتي تنزال الهموم، ويم شباكة تتلاشى المعاناة، تفتكريت وتهيد الأنفاس، ويعم السكون بعالم الذات، وارشف شبفت بشباك الأحلام، وشم بحضرة عطر السماوات. الظن معروف ما محتاج تبيان، بلا تشفير ورموز وعلامات. ابن كاظم الغيظ بساعة الغيظ، ابن كاظم الغيظ بساعة الغيظ. أنا عن الرضا راعي الكرامات، أنا عن الرضا راعي الكرامات.